عم حكايتك يا عم. ايه انت في ايه في ايه؟ انا في حاجه من اتنين، يا اما ما بقتش فاهمك انت في ايه بالظبط، في ايه مالك معايا اليومين دول؟ لا متغير كده تغيير لا مش حلو يعني. انا عملت معاك حاجه وحشه؟ مش فاهم انا عملت معاك لا ايه. شوف انت بتعمل ايه. بص يا اوسكار، من الاخر كده اهو عشان تبقى فاهم حاجه واحده. انا مش ما بحبش الراجل اللي يبدي شرموطه عليا من الاخر كده اهو، ما يلزمنيش ولا يلزمني صحوبيته من الاخر كده عشان تبقى عارف. تمام؟ طب تمام كويس. كمل. انت دلوقتي بتعمل حركات لا مؤاخذه بصراحه من الاخر حركات مش رجاله. تمام؟ خلي بص يعني ما يعني خلينا نتكلم بدون عصبيه. بص يا مودي، احنا في الاول وفي الاخر يعني افهم بس افهم تصم الافساد كله على الحنتريش، مش دي القضيه. عادي انت عارف. جميل قوي، بس كلمني باسلوب حلو كده عشان ايه ما نتعصبش في الكلام. احنا عايزين بس نوصل لانه ايه اللي مضايقك ومضايقني ومعصبني منك. انا مش انت ما فينا اللي بدا بالكلام اللي مش حلو، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له ونحله في المكالمه مع بعض. يعني انا بكلمك علشان نشوف ايه اللي حاصل بالظبط. انت فاهمني ازاي؟ انت بتقول لي انا بديت عنك شرموطه، مين بقى اللي انا بديتها عليك دي؟ انت شوف بقى ما اعرفش ايه كل حوار. انت بتتكلم عن رحيق يعني؟ انت بتتكلم عن اللي اسمها رحيق دي؟ شوف بقى انت بتعمل ايه. كل واحده تيجي تقول لك مودي ما اعرفش عمل لي، مودي عمل لي، ما فيش كل واحده ما في. طب حلو قوي. طيب يا قمر هنزله لك يا قمر. ده جميل جدا. انت عارف انت عارف ان انا ما بقاش غلطان في الاول، بس اللي بيغلط بمسكه بفشخه. انت عارف كده. حلو جدا الكلام. بص يا حبيبي بس افهمني. بص يا باشا اللي انت بتقوله ده كلام ما ينفعش اونر قديم زيك، راجل اداري محترف يقوله. ليه بقى؟ لان الاونر ده يا حبيبي المفروض يحل مشاكل بين الناس وبعضها، مش هو اللي يعمل مشكله. لا لما انا الاقي مشكله جايه لي لحد عندي، لا جايه لك بدون يعني. الناس دي مجانين يا مودي يعني. الناس دي مجانين. راح تجي بنت متنكه مجنونه يعني، مجنونه كده من غير ما انت تكلمها. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه. هو انا ما كلمتش خلاص. يا ابني افهم. انت لما كلمتني يا افهم بس. انت لما كلمتني عنها يا ولا انا قلت لك انا اوعدك بان انا هكلمها مش هخليها تحتك بيك تاني بالمره. انا كده كفرت لما انا بعمل معاك كده. انا كده كفرت. انا مش قادر افهم. انت ليه انت عارف انت بتعمل ايه؟ تقول لي طيب ماشي هعمل ما اعرفش ايه، وبعد كده تروح اللي انت تأمري يا ابني ورحمة ابويا كلمتها. انت ما اعرفش ياض وحياة رحمة ابويا كلمتها بدليل ان هي في مره قالت ده اوسكار مديني ريد كارت ان انا اعمل اللي انا عايزاه. صح؟ هو ده كلامك صح؟ ده انا قلت لها كده. بص انا عايز اقول لك حاجه لحظه بس. انت لو كل كلام هيتقال عليا هتصدقه وتبقى كارثه سودا يعني. انت كده مصدق. كنت مصدق كيسو. طب ما انت كنت معايا. انا مستغربه انت كنت معايا. بدليل ان كلامي بيصدمك ان انت كل شويه تقول لي انت عرفت ده. ما هو بيصدمني لاني بتفاجئ بمواقفك غير طبيعيه يا ابني. افهم. انت مواقفك مش طبيعيه. انت مشحون ضدي شحنه كبيره. انا مش عارف يعني مين اللي شحنك ضدي، مين اللي قومك عليا، مش عارف. رغم ان انا لا بعادي حد ولا اي بنت وما بتقدرش اللي معاك بقاله فتره. يا ابني يا حبيبي العمود الفقري يا ابني. افهم بس افهم عشان ايه هم اللي ماشيين الشات يبقى طز في مودي بقى يمشوا اي شات في الدنيا. مش ده مش بص بلاش اهم حاجه صح يا حبيبي. بس افهم بس الفكره في ايه. احنا لو فضلنا كل بنت تعمل مشكله مع اونر نطردها مش هنلاقي ولا بنت. انت افهم بس عليا. لما انت تيجي تقول لي بص انا عايزك تحط نفسك مكاني وتحاول. انت اولا انا بكلم يعني ايه راجل يعني بني ادم ذكي. انت بني ادم قديم يا ابني. انت قديم في الاكسات وذكي واداري. افهمني عشان لما تحط نفسك مكاني. بص يا حبيبي لما الاقي غانم بيشكي لي من سندي، وانت بتشكي لي من رحيق، ومش عارف مين بيشكي لي من راسك. خلصنا انا وهي ما فيش بينا اي حاجه. طيب تمام. يبقى ايه المشكله الثانيه اللي بيني وبينك؟ اسلام اللول. انا ايه المشكله اللي انا عملتها معاك؟ انا عملت معاك ايه اساسا يعني؟ انت فاهمني. حوار نور ساعه. نور مين يا نور؟ مين البنت نور دي؟ مين نور دي؟ نور اللي من الزقازيق. اللي ايه؟
مش زقازيق. ورحمه ابويا ما اعرفها يا ابني، مالها نور دي؟ مالها نور دي طردني في الصوتي، وانت رحت قلت لها ارجع لك اعترض لك مودي. لا 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 افهم، دي صدفه. لا 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 لا, لا. انا بص يا مودي، بص يا مودي، انت برضه ما اعرفش انت لغايه دلوقتي رغم ان انا وانت يا ابني افهم، رغم ان انا وانت عشره انت مش فاهم دماغي يا ابني. انا بجامل بس يا افهم، انا بجاملها بس. هو انا يا ابني انا كنت غيرت الغرفه اصلا، انت لما دخلت الصدفه ان انا كنت غيرت الكود اساسا. غيرت الكود وهم نفس الامارات بنفس البتاع. انا دخلت لك بعد كده يا حبيبي. لو المصحف ما حصل اقسم بالله العظيم، انت عارف ايه اللي ضايقني بقى اكتر؟ دخلت لك بعد قبل كده وكنت، او على فكره كان في ايدي تهريج وبقول لك يا مودي تاخد الكود، تاخد الباسورد وبتعرف، انت قلت لي لا 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 لا. طب ليه الاسلوب ده؟ ليه الاسلوب ده؟ ده انا بتعامل معاك انت بالذات دونا عن بص، انت وحماده ولعه الاثنين الوحيدين اللي انا يعني ربنا كرمني بيهم. الو انت معايا؟ معاك تقريبا ويتنج ده ولا ايه؟ اوكي معاك سامع. ايوه اللي ربنا كرمني بيهم دول اصحابي الرجاله اللي بجد اقسم بالله العظيم. حتى وانا بتكلم في البتاع اللي انت بتقول لي كده كتير ومش كده كتير، اقسم بالله العظيم ثلاثه عمال بمدح فيك يا ابني. لما حصل معانا مشكله كنت انا وانت واحد، انت كنت ده انت مسكت الواد كيشو ده عجنته تيوبات، ما هو كان عشان خاطري وكان عشان خاطر المكان ايه اللي حصل لك؟ انا مش قادر افهم. مين اللي قومك علينا؟ مش فاهم. حد قومك، بس كلامك واللي بيحصل ان انت كل يوم بتحطه في شاتك ده هو اللي قومنا عليه. بص يا اسطى من الاخر هقول لك كلمتين، خير الكلام ما قل ودل، صح ولا لا؟ تمام قول يا حبيبي قول. دلوقتي واحد كان مننا في الشات، يعني انت لو معانا في شات تاني بعيد ان الشات بتاعك وحوارات دي، ده مش يعني مش بيت ملك ولا يعني ده شات. تمام بتعمل كده يعني. فاهمك وواحد نايم يعمل مليون شات زيه. تمام كويس. دلوقتي يا اوسكار مفروض طالما اونر كان معانا، حتى لو هو عمل ايه ما تهاجمش بالهجوم ده. انت مش اللي عمل كده مش شيخ الشباب. احنا كده بنتعامل بقى كده بوشين ليه؟ يعني طب ما هو كيشو كان معانا، ومع ذلك لما عمل معانا معانا نقص وابتدى يعمل علينا تيوبات، عملنا معاه افلام. صح ولا مش صح؟ طب هو ليه عمل كده؟ ده احنا كنا بنهكر شاته يا ابني، ده انا كنت بهكر شاته عشان يا استاذ. انا عايز اسالك سؤال، مش لما الشات بيتهكر او كده مش كلنا كنا بنقف معاه واسلام كان تمام مفيش مشاكل. حلو خالص حلو. انا هسالك سؤال بقى، اللي عمل اسلام اللول لما الشات يا حبيبي بس افهمني. يعني انت انا افهم تفهمني. انا فاهم انت عايز تقول ايه. حلو انت كده نقلت من موضوع الاونرات البنات ومش عارف ايه وبتاع لموضوع اسلام اللول، وانا معاك في موضوع اسلام اللول. اللي عمله اسلام اللول مش الباقي اصلا. انا جيت كام اسلام اللول؟ اولا انا ما بحبش تهريجه، انا طول عمري بهرج، ممكن اهرج معاك على عام ممكن. هو قال في الفيديو ان هو مش هيشتمك، انت بتشتمه ليه؟ تمام؟ بشتم ايه؟ ويعمل ليه فيديو عليا يا عم؟ هو ليه حاجه عندي؟ انا عايز افهم حاجه. فيديو ايه اللي يعمله عليا؟ يعرفني منين ده؟ انا عايز افهم. يعمل ايه يوتيوب ده؟ والله العظيم ما شفته، لا عندي وقت ولا جهازي. افهمني والله العظيم ما اتفرجت عليه، اقسم لك بالله. بس الشخص ده بص انت قلبك يا عم مودي مش ملكك. في ناس انت ممكن تحبهم كده وتتكلم معاهم، وفي ناس انت ما بتبقاش طايقهم، ما بتحبش تتكلم معاهم. بني ادمين جالسين على قلبك يا عم. المهم طب سؤال يا اوسكار، انا دلوقتي لو انا عملت شات تمام وكل شويه كل ما تعمل حاجه او منزل لك حاجات جديده، انت مش كده على فكره ساندي هتمشي من الشات وهتعرف وهتشوف بنفسك عشان تبقى عشان اسلام اللول برضه. عشان اسلام اللول وحرفت 100 يمين داخله الشات لو انت استمريت بالوضع ده. لو انت استمريت بالوضع اللي انت بتعمله في اسلام دي، حالفه مليون يمين ان هي ما داخله الشات تاني يا عم. على فكره هتخسر ناس كتير، على فكره كل الناس بتحب اسلام على فكره. هم احرار يا عم سبحان الله رب. على فكره بص انا احب اقول لك حاجه، الامر بالشرف او العضويه اللي انت بتديها لنا دي مش هتاكلنا عيش يعني. مش يا حبيبي ومين قال الكلام ده يا حبيبي؟ كل ده تسليه. بص احنا عايزين بس نفرق، عايزين شوف بص يعني احنا عايزين نتكلم كلام كبار، بلاش ما احنا عارفين انت بتقول لي كلام تحصيل حاصل. يا حبيبي انا بدخل الشات ده، انا عايز افهم حاجه. انا بدخل الشات ده يا حبيبي افهمني. انت ليه عمال تغير المواضيع؟ انت ليه عمال تغير بتنط ليه من موضوع لموضوع؟ احنا عايزين نخلص حاجه يعني. احنا بس موضوع حته ان نزلتك من الغرفه الصوتيه ده اقسم لك بالله انت مالكش عليا يمين، بس انا بحلف لك بالله انها مجرد صدفه. وانا جيت لما غيرت الكود بتاع الغرفه قلت لك
خد الكود اهو، الباسورد اهو يا مودي. رحت انت كلمتني باسلوب ناشف، ما اعرفش كنت شايل مني، قلت ايه ربما يكون متضايق، قلت لك ماشي يا عم، قلت استنى لما تروق وابقى اكلمك بعدين. ادي حاجه. الحاجه الثانيه موضوع اسلام اللول. موضوع اسلام اللول هو اللي بدا مش انا، هو اللي بدا مش انا ما جيتش جنبه اصلا. انا كل اللي بقول له انا ما بحبش التهريج على عم كده، ما تهرجش معايا يا عم انت بالذات. يا عم انت لا حماده ولا انت مودي يا عم، انا مش بصاحبك يا عم. يا عم انا مش بلعب، انت فاهمني؟ يعني انا مش هضمك يا عم، ايه المشكله اللي في كده؟ ما تهزرش معايا يا عم اي نوع من انواع الهزار، ما تجيش جنبي وعادي، خليك في حالك وانا في حالي. انا ما غلطتش فيه، لقيته راح عامل لي مش عارف ايه، العجوز الرياضي، العجوز الصبي، ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ هل انت طب يعني اللي انت بتعمله ده مش هبل؟ الله، ما هو هبل ده هبل بقى. الله سبحان الله. يا عم انا عايز اصل بص على فكره، انت سؤال بس من الناس مثلا، ما هو هبل، ما هو يا حبيبي ما انا عارف انه هبل، مش انت اللي هو هتعرفني. عمل لك حاجه تمام وبعتها لك انت شخصيا او بعتها للناس، ما بقتش عامي كده. انت لما تفتكر ان الناس، لما انت الناس تسمع اللي انت عامله يا سلام. وهو لما بقت الله، وهو لما كل الناس، انا عايز افهم حاجه، هو انا لما ادخل 200 300 واحد الفريند بتاعي وابعت، والفريند اللي معايا وابعت لهم الرابط، كل واحد ابعت له الرابط، ايه الفرق بين اللي عامله واللي انا بعمله يعني؟ اللي انا بعمله مباشر على الهوا، اللي انا بعمله بقعد افكر فيه واقعد اضحك مع نفسي، اللي انا بعمله تهريج برضه. يعني هو فاكر انت ماشي. طب ما تهريج بقى، بس اللي في الاخر هقول استحمل بقى اللي في الاخر. بص يا استاذ، انا احب اقول لك حاجه. انا بالنسبه لي بص انا بالنسبه لي مستعد اعمل ايه؟ عارف كود الاذاعه اللي عندنا اللي عندك في الشات دي، انا مستعد اوزعها. انا عايز اقول لك حاجه، يا ريت تكون بتسجل المكالمه دي وتنزلها بقى على البتاع. انت عارف ان انا ما بيهمنيش اي حاجه، ما بقاش غير ايه. طب ما انا عايز اقول لك انت حاجه ظريفه قوي، انا ما بسجلش مكالمات على فكره، انا ماليش في القصه دي. انت ممكن تسجل الموضوع ده، لكن انا والله ما اعملها، اقسم لك بالله. ولو كنت بعملها كنت انت شفتها قبل كده بكتير مني، كنت انا عملتها قبل كده، فاهم؟ مش فارق معايا اي حاجه. لما انت اللي داخل وبتنزل لي قوي بالاونر متجنن، لان انت كاتب لي. انا اول ما دخلت انت كاتب ايه؟ انت هنبقى في بعضينا كده قدام الناس، الكلام ده يا حبيبي اللي انت بتعمله ده، بص اللي انت بتعمله ده عند ملوش معنى غير ان ببساطه خليك في حالك، اللهم لا ضرر ولا ضرار يا عم. انت طالما ده مبدأك المخالف لمبدأنا، او اللي مش يعني احنا مش ماشيين على هواك يا عم. انت بالنسبه لك المكان ده شراميط ومش عارف ايه، وانا مش عارف بني ادم متكبر والشات الجنه والكلام اللي انت عمال تقوله فيه ده، انا معاك فيه تماما، مفيش مشكله. في الاول وفي الاخر احنا بعيد عن الموضوع ده، في بيني وبينك كلام، يعني احنا اصحاب، فمش عايزين نغلط في بعض. يعني ما ينفعش تقول ايه دي مش رجوله. يعني ايه مش رجوله يا عم؟ يعني ايه مش رجوله؟ وهو صاحبك لما اللي عمله ده، هي دي الرجوله من وجهه نظرك؟ بعض قصاد بعض كده علن قدام الناس، الكلام ده يتحل ودي ما بيننا. ما انا بقول لك كده، انت بتقول لي لا. ايوه ما انت انا فاكر انا لما جيت قلت لك كده نزلت واحد اول امبارح وبعد كده نزلت واحد النهارده، تفتكر ان يعني دي مرجله يعني ان انت تغلط في برضه؟ ما ينفعش. بص انا عايز اقول لك حاجه، اللي انت ما انتش واخد بالك منه، وانت بتتكلم بسذاجه اصله يا ابني، انت بتتكلم كلام ساذج والله. اسمع بص يا اسطى، انت بتخسر ناسك باسلوبك وطريقتك دي. الرشا مش داخله شتات تاني، عارف ليه؟ عشان بركه، خير وبركه، هي حره. عارفه ليه بقى؟ عارف ليه؟ بالكلام اللي انت بتقوله. انت شوف انت قلت لها ايه؟ قلت لها ايه؟ ها؟ الكلام اللي انت قلته لها، انت بتبقى بتقوله وانت نايم ولا ايه؟ اللي هو اللي انا قلته على عم لما شتمت فلسطين وبتاع والكلام ده. والله انت شوف بقى انت عايز اقول لك حاجه على فكره، في امور انت يمكن ما عندكش فكره، يعني انت في حاجات انت مش فاهمها، علشان كده ممكن تصرفات انت بالنسبه للرد اللي فيه خلفيات انت ما تعرفهاش، فاهمني؟ لا كلها معروفه على فكره، ما فيش حاجه بتتخبى عندي، انا ببقى عارف وببقى عارف ايه اللي بيحصل في الشارع. مباحث امن دوله ما شاء الله، رغم ان امن الدوله راح في داهيه، لكن طلع لنا واحد بقى في امن الدوله على الافساد. يا عم بص، شوف انا هقول لك حاجه، يا عم افهمني، الموضوع ابسط مما يكون. دلوقتي انا بكلمك، ايه الطرد عملت ايه على فكره اللي ما ينفعش تكلمني، يا ابني ربنا، دي مشكلتك بقى، دي مشكلتك. اي انسان انت بتكلم يا ابني فرد الملايه على العام، يا ابني بص، فرد لما يكونوا اثنين اصحاب، يا ابني افهم يا جدعان افعلوا بقى يا جدعان، اللي انتوا بتعملوه ده في منتهى التخريف.
يا جدعان بلاش عقلكم يبقى صغير. ما ينفعش نفرض لبعض الملايه على عام، لا كلمني هنا وايه يا عم في ايه؟ في ايه؟ وهتسحب لي سنجه وايه يا عم في ايه؟ في ايه؟ بقول لك اديني رقمك برايفت، عايز اكلمك يا عم مودي، تقول لي لا 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 هنا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا عم الشغل الفتوانه؟ هقول لك ايه طيب؟ انت بص، لكل فعل يا مودي لكل فعل يا حبيبي رد فعل. انت لما تيجي تاذي حد لازم يأذيك، لما تيجي تزعق لحد هيزعلك. دلوقتي انا عايز افهم منك حاجه. انت لما طردتني كده، انت يعني دي رجوله يعني؟ على فكره اللي بيطرد في اي حد بيطرد في الاكساب ما بيبقاش راجل، لان ده شغل العيال. عارف العيال بقى يقول لك لازم تطرد على طول. بص شوف هقول لك حاجه، بص لا دي من وجهه انا مش هرد عليك. بص انا ممكن اقول لك لا انت يعني انا برضه زي دلوقتي ربما انت تكون شوف انا هتكلم. بص حبيب قلبي يا حبيب قلبي انا يعني يا ابني افهم يا حبيبي، افهمني. انت طالما جبت سيره تسجل لي المكالمه يبقى اكيد انت بتسجل المكالمه. انا لا يهمني تسجيلك ولا يهمني الكلام اللي انت بتقوله ولا يهمني رد فعلك هتعمل ايه ولا في دماغي اي حاجه من اللي انت قلتها. شوف انا كل اللي في دماغي ان احنا اصحاب مش اكتر من كده. انا لا تهزيء ولا كلمه خارجه ولا قلت لك مش انا. شوف عمال اقول لك يا لا بس يا دي انت كصحوبيه. لكن لو انت اتكلمت على لا والرجوله ومش عارف ايه هتبص تلاقيني ممكن هيبقى في كلام مش حلو، فاحنا مش عايزين. انا قلت لك لا براحتك عادي. لا مش بص انا قلت لك يا حبيبي انا قلت لك في البدايه انا بكلمك بالتليفون علشان نحاول نحط ايدينا على الاخطاء اللي انت ما انتش واخد بالك منها واللي انا احتمال ما اكونش واخد بالي منها، فاهمني؟ ونحاول نحلها. فانت ابتديت تتكلم في مشاكل عن فلانه وعن فلانه وعن كذا وعن كذا وعن كذا وابتدي اتكلم معاك فيها. بجد تقعد تتريق، استفاد ايه تتريق يعني؟ تقعد تشتم في الناس عادي. مع الناس ممكن تشتمك يعني. هو اسلام نقول له قليل؟ طب ما ممكن يعمل اوسخ من كده يعني. انت عارف. طب ما يعمل يا عم يا حبيبي يعمل. لا بص شوف اقول لك يعمل الموضوع. احنا هنخش كده في دايره مقفوله يا حبيب عزيز يا صديقي العزيز. الموضوع طول نفس. انت ما هو شوف انت عارف عمل زي بالظبط موضوع كيشو لما كنا بنلعب معاه والكلام ده. الموضوع نفس مش اكتر من طول نفس، صبر اللي صبره اعلى. فهمت عليا؟ وبعدين انا ما غضبتش بيه. انا قلت له اكتر من مره وكلمته برايفت يا عم الاسلام انا ما بحبش التهريج اللي من النوع ده على العالم، بس مش اكتر من كده. ما تفضلش معاه. بيبقى عارف نفسه وهو عارف نفسه بيعمل ايه. يا حبيبي نفسك يا اوسكار، انت عارف نفسك ودارب نفسك اكتر مننا. تمام ماشي. تمام يعني تمام. انت شوف، انت المفروض الناس اللي بتبقى معاك في الشات، واحنا قاعدين في الشات ليه؟ واحنا ممكن ناخد الناس. انت كل خلافك مع اسلام اللول ان كل الناس بتروح عنده. ولا حاجه من دي خالص، بالعكس الناس ولا حاجه ابدا. مطروح عنده شد الهنا يا سيدي، مبروك عليهم يا عم يشربوه اهلا يا سيدي. انت عايز كل اللي يبقى عندك ما يروح يتربط في شد يا حبيبي. لا الكلام ده قديم. الكلام ده هنرجع لأيضا. ما اعتقدش يعني ما كنت خسرت كركديه مثلا وكنت خسرت مومو وكنت خسرت غيرهم، يعني ايه المشكله؟ يا باشا يا حبيبي عيب قوي يا حبيبي عيب قوي تبقى انت المصدر الرئيسي والناس تعمل معاك كده. ما ينفعش، عيب. الناس دي كلها اتجمعت عندك، فما ينفعش اللي بيحصل اللي انت بتقوله بتستخف بيه ده. هو ده يا ابني اساسا. هو ايه اللي بيوقع اي موقع يا ابني؟ ايه اللي بيوقع اي موقع؟ اسمعني، انا فاتح اي شات والناس اللي متضافه عندي فريند بيجوا يخش عندي اقول لهم لا يا اولاد متين الكلب امشوا. ما يصحش. زي ما الناس لما بتخش عندك حقهم يخشوا اي شات يعجبهم. حبيبي انا الموضوع ده ما اتكلمتش عنه بالمره. انا اتكلمت عنه بالنسبه للاسلام لامور تانية خالص. ما دي اللي يروح عند الاسلام يروح. انا بالنسبه لي وانا همنعه. هقول لك ايه يعني؟ لو النبي يدخل هي حر، بالعكس. شوف بص هقول لك حاجه. اللي انت تخسرهم وانت ماشي في طريق دول ما يلزمكش يعني. مش ذات اهميه. اكيد هو ما يلزمكش برضه. الله ينور عليك. ليه؟ لان المواضيع مش هتخلص عند حد. يعني ايه يعني؟ فلان انت لو عايز تخلصها. انت عايز بقى تتمادى وتعمل العك اللي بتعك وشغل العرتله لا بص شوف برضه انت عمال تتكلم باسلوب عمال عك وعدم رجوله. بص ما انا ممكن اقول لك ان انت اساسا كل كلامك تخريف وهبل
وانا اساسا مستحملك وانا روحي في مناخيري، ومع ذلك انا مستحملك. يعني انا لا مستحملك والله العظيم ثلاثه. انت لغايه انا من ساعه ما اتكلمت معاك انا يمكن لي اكثر من 30 دقيقه عمال اتكلم معاك، اقسم لك بالله العظيم ما في كلمه عاقله انت قلتها، كل كلامك تخريف واونطه، وانا عادي. انت عارف انا بكلمك كده ليه؟ الكلام المغرور انا بخرف ماشي لسبب بسيط جدا، لان انت ما بتديش الفرصه يا سيدي، وانت شايف الكلام اللي انت بتقوله صح وانا برضه شايف ان الكلام اللي انا بقوله انا كمان صح، هو انت اللي صح وانا غلط؟ لا انت يا حبيبي صعب قوي. امال انا مش فاهم انت عايز توصل لايه في النهايه؟ يعني مش فاهم. انا اوصل من الاخر من النهايه كده اهو، اللي ابقى على الرجاله الشراميط بتروح وبتيجي، لكن ليه؟ الشراميط والله العظيم ثلاثة، والرجاله على القهوه كل راجل فيهم مع شنبه اسهل منه. الثلاثه كرش اجيب لك خمسه، اجيب لك خمسه ثلاثه ده. يا عم انت في ايه يا عم؟ يا عم رجاله ايه يا عم؟ هو فين الرجاله؟ ايه اللي بيحصل ده رجوله؟ يا عم بص يا جدعان قبل ما نتكلم عن الناس نبص لنفسنا في المرايه. يا جدعان مش نتكلم على قد حجمنا الطبيعي، بلاش نقعد نتكلم في الرجوله والطار والكلام ده. احنا مش في الصعيد عشان نقعد نقول رجوله ايه يا عم مودي. يا عم مودي رجوله ايه؟ انت لو اتكلمت عن الرجوله مش رجوله ان يجي لي برنت تشتم واحده تقول لها يا شرموطه ايه يا عم في ايه؟ ولو لقيتها يا جدع انت تحت مناخيرك شنب يا جدع. احنا اتربينا على كده. انت بتتكلم ازاي؟ ده لو واحده ضربتني اقسم لك بالله العظيم، ده لو في بني ادم ضرب